اللي يعرفني يعرف ان عندي مشكله بصريه. المشكله دي ادت لمواقف طريفه كتير، منها موقف مع المواصلات ان كنت راكب اتوبيس انا وصديقي، وانا بنزل قبل منه الاتوبيس اتحرك فوقع. بعد كده صديقي حس بالذنب وقرر يمشي قدامي، فجاه قعد يصوت خلي بالك خلي بالك خلي بالك. افتكرت ان انا هلبس في الشجره كانت قدامي. قال لي لا، دي ورقه هتخبط فيها بدماغك. ما تيجي اقول لك ازاي تتعامل مع ركيب في المواصلات. يلا بينا يلا بينا. زي ما بتقول القصه المريرة الحزينه الكوميديه السوداء، ان حضرتك لازم تنزل قبل الكفيف، وبعدين تقول له ينزل او توجهه، ولما يجي ينزل برجل واحده بس، ويخلي الرجل التانية في الحاجه اللي بينزل منها، اذ ربما العربيه او الحاجه اللي راكبها تتحرك. كمان لو راكب مشروع او زي ما الكهرباء بيقولوا ميكروباص، خليه يركب ورا، خليه يركب في حته تكون بعيده عن نزول والطلوع، اخر كرسي ورا خالص على اليمين، او الكراسي اللي من جوه، بس ما عدا الكرسي اللي ورا الصباع على طول، لان ده اللي بيلم الاجره. وطبعا كفيف مش هيعرف يلم الاجره، يعني ازاي لما اموت واعرف. بلاش تخلي الكفيف يركب الميني باص الا لو في مكان يقعد، لانه زحمه وخانقه ومش هيعرف يقف فيه ولا يلف ولا يتحرك. طيب لو اتوبيس، اذا في مكان يقعد الاربعه اللي قدام خالص على الشمال المفروض يقعد فيهم، بس ما حدش انتوا عارفين يعني. وبالتالي يقف فين؟ يقف على الباب اللي ورا خالص، او يقف جنب الكمساري في المربع اللي بيقعد فيه، او يقف في العمود اللي في الزاويه عند الطلوع اللي هم الكرسي اللي ورا برضو خالص، او يقف في العمود اللي جنب السواق على طول، بلاش العمود التاني هيتبهدل. في القطر يا ريت يقعد جنب الباب على طول، الاربع كراسي اللي جنب البيبان يمين شمال، بلاش الكراسي اللي الكراسي اللي في الطرف خالص يمين وشمال برضه، عشان يعرف ينزل. لما يجي ينزل بالله عليك بالله عليك واحد بس اللي يمسكه، لو في حد هيمسكه بلاش ماسكه من اليمين والشمال هيقع ويتكعبل. وكمان لو هيمد رجله قولوا له، ولو هيقف في القطر يا ريت يقف جنب الباب على طول ناحيه الكرسي. ملاحظه جميله لاصدقائي المصريين الجمال حبايبي، يا ريت ما تسالش الكفيف في المواصله العامه يعني معاك تذكره ولا لا، لان لو معهوش تذكره اكيد مش هيركب، هو معاه كارنيه. ولو مواصله خاصه اكيد معاه تمنها والا مش هيركبها. اخيرا اتمنى ان كل سنه وتعلمنا سوا، ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى سي.